السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو جديد وان شاء الله الاكله تعجبكم. النهارده هنعمل كشري مصري هيعجبكم جدا، واكله موفره وتبقى حلوه برضو في وسط الاسبوع كده. المكونات بصل ورز ومكرونه صغيره وشعريه وحمص وعدس وطبعا طماطم وصلصه. كل المكونات دي بننقع الحمص الاول في ميه والعدس، ونبتدي بقى الاول نسلق الحمص في ميه نظيفه ونسيبه لما يتسلق كويس، ونجيب بقى حلة تاني فيها زيت، بس زيت كويس عشان نحمر فيه البصل اللي هو هنعمله اللي هو الورد اللي بيقولوا عليه ورد. بعد ما حمرنا البصل كده هنشيله وننزل بالمكرونة الصغيرة خالص هنحمرها برضو. اول ما تدخل في التحمير كده هننزل عليهم بقى بالتدريج حاجة حاجة. هننزل عليهم بالمكرونة برضو الطويل اللي هي الاسباجيتي، هننزل نصها نحمره ونسيب نصها نحطه مسلوق برضو عشان يبقى فيه نوعين في الكشري. يعني الكشري ده سهل جدا وبيتعمل كله في حلة واحدة عشان ما يبقاش برضو دبكة وكده. هنحمر دلوقتي، حمرنا المكرونه ونزلنا عليها بالمكرونه الاسباجيتي هنحمرهم برضو، وبعد كده هننزل بالشعريه. بعد كده ما الحاجات دي اتحمرت هننزل عليهم بالشعريه نحمرها برضو، وبعد ما الشعريه تتحمر هننزل عليهم بالرز. متنسوش يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب ودعم للقناه، ولو في اي حاجه عايزين تقولها لنا قولها لنا في الكومنتات تحت، واحنا ان شاء الله نعمل كل اللي انتوا عايزينه. وبعد ما نحمر بقى الحاجات ديت هننزل عليهم بالرز برضو، لازم يتحمر كويس مع الحاجات دي. وبعد الرز هننزل عليه بالمكرونه اللي احنا سيبناها محمرناهاش اللي هتبقى مسلوقه، والنوعين المكرونه ونقلبهم برضو كلهم مع بعض. متنسوش يا جماعه الدعاء لاهلنا في فلسطين، ويرحم ربنا يرحم شهدائهم يا رب ويصبرهم. وبرضو ما تنسوش الصلاه على النبي وذكر الله في كل اوقات الفجر اللي في الفيديو عشان خاطر ربنا ناخد حسنات طول ما احنا بنتفرج على الفيديو. كده الشعريه المكرونه والمكرونه الاسباجيتي المسلوقين هننزل عليهم في الحله برضو ونقلبهم كلهم. كده الكشري يعتبر خلصت، كل المكونات دي كلها مع بعض خلصت. دلوقتي بقى هنشوف العدس بعد ما خلاص يعتبر استوى. شيل الحمص استوى وشلناه في طبق على جنب، وطبعا حطينا له ملح وكمون. والعدس برضو كذلك بعد ما يستوي هنسلقه في ميه وهنحط معاه فصين توم. بعد ما يستوي هنشيله ونحطه في طبق برضو ونحط عليه ملح وكمون. دلوقتي هنعمل صلصه طماطم. هنحط توم ونحط زيت وواحده مرقه دجاج، واول ما التوم يخش في التحمير هننزل عليه بخل. بعد ما نقلب برضو بعد الخل نقلبهم كويس شويه مع الصلصه، ونحط معلقتين صلصه عشان صلصه الكشري لازم تبقى حمرا. وبعد ما نقلبهم مع بعض كويس هو والخل هننزل عليه بقى بعصير الطماطم اللي احنا عصرناه. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هننزل دلوقتي بقى بالخل. وبعد كده هننزل بالخل، وبعد ما ننزل بالخل نقلب شويه، وبعد كده هننزل بعصير الطماطم على طول عليه. المنظر ده. الصلاة على النبي يا جماعة وذكر الله في كل الأوقات، حتى لو مفيش فيديو أو حاجة لازم نذكر الله ونصلي على النبي في كل الأوقات بتاعتنا بتاعت اليوم، مش شرط طبعا في الفيديو بس يعني. دلوقتي نزلنا بالطماطم هنسيبها بقى خلاص كده خلصت. هنحط لها التوابل بتاعتها الملح والكمون والثوم باودر والبصل باودر ونسيبها تتسبك، ولازم نحط معاها معلقة سكر. بعد كده هنسيبها بقى تتسبك على مهلها وخلاص، ونروح نرجع تاني للكشري نحط له المية بتاعته. ده الكشري خلاص كده يعتبر خلاص. هننزل عليه بقى المية، لازم تكون مية مغلية علشان يستوي يبقى كويس ويستوي على طول. كده المية بتغلي هننزل عليها بقى بالكشري. هننزل على المية بالكشري، كشري بالمية يعني نسيب الكشري ننزل عليه بالمية زي ما بنحط المية بتاعت الرز عادي. مش هنزود طبعا عشان نقول فيه مكرونة او كده، لا هنحط المية عادية جدا للرز كأننا بنسقي رز عادي. كده خلاص هنسيبه بقى بيتشرب ونقفل عليه نغطي عليه لغاية ما يستوي. دلوقتي بقى نروح نعمل الدقة بتاعت الكشري. هنحط معلقتين زيت ونحط معلقة توم صغيرة خالص، واول ما تخش في التحمير هنحط عليها ملح وكمون وننزل عليها بالخل. وبعد الخل هنعصر ليمونه، وكده يبقى الدقه بتاعت الكشري خلصت. ادي الخل نزلنا بيه كده هنقلبها برضو شويه، وبعد كده هنحط عليها ليمونه، وبعد كده نشيلها بقى خلاص. كده يبقى كده الدقه خلصت.
خلاص كده دي الليمونه نعصرها عليها ويبقى خلاص كده الدقه خلصت. هنشيلها ونعمل برضو الشطه بتاعه الكشري، بس هنعمل شطه زيت. الشطه الزيت دي بقى برضو لما بنيجي نعملها وخلي بالكم لان بيبقى فيها بيبقى بتعطس وبتخلي بتدخل في المناخير جامد، لازم نخلي بالنا واحنا بنعمل. دلوقتي هنجيب برضو معلقتين زيت ونحط عليهم الشطه الكميه اللي احنا عايزينها، وخلي بالكم برضو بتبقى حاميه جدا، اللي ملوش في الشطه يعمل شطه عاديه مش لازم شطه زيت. وهنحط معلقتين زيت ونحط معلقتين شطه عليهم وهنقلب كويس. بس خلاص اول ما الريحه بتاعتها تطلع ننزل بقى عليهم بالصلصه، صلصه عاديه بقى، ونتبلها برضو ملح وكمون. وننزل عليهم بقى بصلصه الصلصه اللي احنا كنا عاملينها بقى، ننزل عليهم ب3 معالق كده ولا حاجه منها. كده خلاص نزلنا عليها بالصلصه وكده برضو يبقى الشطه خلصت. هنحطها برضو في الطبق بتاعنا. يبقى كده عملنا الدقه والصلصه بتاعه الكشري والشطه. ادي الدقه بعد ما خلصت وادي الشطه الزيت. كده خلاص يعتبر كده خلصنا يعتبر الكشري اساسا كله. دلوقتي بقى هنشوف الكشري. دلوقتي ادي حله الكشري اهي بعد ما استوى. في ناس اصلا بتحب تاكلها كده من غير صلصه، انا واحده منهم يعني بحب اكل الكشري من غير صلصه اساسا. تمام كده شكله بقى حلو ازاي. وادي هنشوف دلوقتي الصلصه اتسبكت. الصلصه خلاص كده اتسبكت. وادي الشطه والدقه والحمص والعدس اللي احنا عملناهم بقى. هنغرف بقى طبق كشري ويبقى كده خلاص بقى. الف هنا وشفا. ويا ريت لو عندكم اي تعليقات او اي كومنتات يا ريت تكتبوها لنا في الكومنت تحت، وان شاء الله نعملها لكم في الفيديوهات الجايه. تمام ادي الكشري. طبعا كله بقى يغرف الكشري زي ما هو عايز، كل واحد بيغرف الطريقه اللي هو يتريحه بقى، يحب ياكلها. وطبعا عيش مقرمش عملناه جنبيه بالمنظر ده. متنسوش يا جماعه لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وده البيبسي طبعا احنا مقاطعين فجبنا بيبسي ده، بس انصحكم ما تجيبوش خالص، طعمه وحش جدا جدا جدا، ما هنصحش حد يجربه خالص. بلاش يا جماعه اي بيبسي ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، مش شرط. تمام كده بس كده ده كان الفيديو بتاعنا ومع السلامه.